عمالين نسمع كلام كتير عن تقليل دور مصر تجاه القضية الفلسطينية ودورها في وقف المساعدات تجاه غزة. الحقيقة هي ان وقت ما الناس كلها كانت بتتكلم مصر كانت بتشتغل من اول يوم، ومصر قررت تكون على خط النار مش بالكلام لا بالفعل. مصر فتحت معبر رفح وكل يوم بيعدي عليه شاحنات مليانة اكل ودواء وبنزين وخيام، لحد ما الكمية اللي دخلت من مصر بس عدت ال 130 ألف طن، ده غير اكتر من 600 طيارة نزلت مطار العريش جاية من كل دول العالم، ومصر هي اللي استلمت ونقلت ودخلت الكلام ده لغزة. يعني لو في 10 شاحنات دخلت غزة في منهم بس 7 جايين من مصر، وده مش كلام عاطفة دي أرقام. الهلال الأحمر المصري لوحده وزع أكتر من 30 ألف طن، ومش بس كده، مصر استقبلت أكتر من 100 ألف مصاب فلسطيني في مستشفياتها من أول العريش لحد القاهرة بأطقم طبية شغالة 24 ساعة وإسعاف بيعدي بين النيران. ده غير إن امبارح بس عدى أكتر من 160 شاحنة لقطاع غزة. وباقي الدول فين؟ السعودية بعتت حوالي 6000 طن مساعدات، والإمارات 14000 طن ومستشفى ميداني جوه غزة، قطر 3000 طن ومساعدات مالية. طب وباقي الدول؟ دعم بسيط أو شبه معدوم. يعني اللي مصر عملته لوحدها يساوي تقريبا أضعاف من اللي كل الدول العربية عملته. وفوق كل ده مصر بتقود التفاوض السياسي، بتحاول توقف العدوان وبترفض تهجير الفلسطينيين. مصر مش بس واقفة مع غزة، دي بتحميها وبتدفع الثمن. فلو حد سأل فين العرب من اللي بيحصل في غزة، قول له شوف مصر هتلاقيها هناك على الأرض مش على المايك، واعرف إن وسط كل الخراب ده لسه في موقف عربي اسمه مصر. أنا وليد صفوت، وده برنامج كيميتاوي.